ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، تعالوا اقول لكم، لو عندكم برتقان بايظ طبعا ما يترميش، تعالوا اقول لكم هنعمل بيه ايه. انا بفتح التلاجة كده لقيت شوية برتقان عندي بايظين، وطبعا مش هرميهم لاني حرام اي حاجة تترمي يا جماعة. وخاصة الايام ديت مش بتاعت اي حاجة تترمي خالص. يعني مثلا عندنا طماطميتين كده بايظين وعايزين يترموا، هنخرطهم ونحطهم في كيسة في الفريزر ونركنهم على جنب. عندنا اي حاجه، بطاطسيتين، بصلايه، حاسين ان هي خلاص بايظه وهتترمى، جزر، اي حاجه تكون في التلاجة هتترمي ما ترموهاش يا جماعه. هنخرطوها كده وفرزها في التلاجة في الفريزر. تمام. انا بفتح التلاجة لقيت عندي البرتقال دوت خلاص بيبوظ وعايز يترمي، فانا قلت ليه ارميه؟ طبعا البرتقال ده ممكن نعمل حاجات، يعني حاجات كتيره قوي بيه. ممكن نعمل كيكة بالبرتقال، ممكن نعمل عصير برتقال، هنعمل مربى برتقال، يعني ليه كذا حاجة تتعمل بيها. المهم ان هو ما يترماش لاني حرام. تمام. فانا جبت البرتقال اللي خلاص كان هيبوظ عندي ويترمي، وقشرته زي ما انتم شايفين كده، وخرطته مكعبات، وجبت كام موزة كده وخرطها معاهم. ولو عندنا بقى اي عصير تاني في التلاجة ممكن نحط عليه، او كوباية لبن او مية. يعني انا عن نفسي هحط كوبايتين مية عليه. حطينا كوبايتين ميه، وهنحط طبعا السكر على حسب رغبتكم، وهنضربه في الخلاط وهيبقى احلى عصير برتقال، وما يترماش ولا اي حاجه عشان حرام اصلا. تمام كده. وعايزه بقى اشكر حبايبي واخواتي اللي بيكتبوا لي احلى كلام كده على الفيديوهات، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. وان شاء الله نفضل على طول على تواصل باذن الله. وادي كده عملنا احلى عصير برتقال. وزي ما انت عايزه طبعا، تعملي ممكن برتقال من غير موز، ممكن تعمليه بالموز، ممكن تعمليه بالفراوله، البرتقال بالجوافه. البرتقال ده يا جماعه ليه يعني استخدامات كتير قوي. ان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص للبرتقال، لان احنا النهارده في موسم، يعني الايام ديت موسم برتقال بقى. كل سنه وانتم طيبين. وعايزين ناخد كده ونفرز في الفريزر عشان رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. طبعا انا كنت بعمل الغدا بقى، فعملت شويه بطاطس محمره، وعملت مكرونه كده تستاهل بقكم. اتفضلوا معانا. هو الغدا بتاعنا النهارده كان سهل خالص. عملنا شويه مكرونه بالصلصه، وعملنا بطاطس محمره. وعايزين كمان نجيب بقى البطاطس ونفرزها كده يعني. هوريكم طريقه تحميرها ونشيلها في الفريزر ان شاء الله. طريقه حلوه قوي. بصوا بقى البرتقال الجميل بتاعنا دوت، يعني حاجه فاخر من الاخر. آه، اتفضلوا بقى معانا. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع الف سلامه.